السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بالف خير. النهارده هعمل معاكم العيش السوري زي ما انتم شايفين كده بطريقه سهله جدا ومقاديره بسيطه جدا وسهله. طبعا انا الفيديو اللي فات عملت معاكم التوميه، والفيديو ده هعمل معاكم زي ما انتم شايفين كده العيش السوري، وان شاء الله الفيديو اللي جاي هيبقى الشاورما. يعني انا كنت عامله التوميه وعامله العيش السوري عشان اعمل معاكم فيديو الشاورما، بس انا حبيت زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات ان انا هقسم الفيديو على 3 فيديوهات بحيث ان هو ما يطولش معاكم كده. تعالوا بقى نشوف المقادير بتاعتنا هتكون عبارة عن ايه. انا هعمل كيلو من الدقيق، هحتاج زيت وهحتاج ملح وخميرة ومية. العيش السوري ما بيحتاجش حاجة اكتر من كده. طبعا في ناس بتضيف حليب زبادي بتاع، لا، هو العيش السوري الاصلي ما بيتعملش غير بملح وزيت وخميرة ودقيق ومية فقط، ما فيش اكتر من كده. تمام. انا بحط معلقة من الخميرة او معلقة ونص على حسب ما انا محتاجة، وهحط كمان معلقة ملح، وهحط حوالي 3 او 4 معالق كبار من الزيت، اي نوع زيت موجود. انا ببدله بسمنة، لا، هو العيش السوري بيحتاج زيت بس. طبعا هحطه في العجان زي ما انتم شايفين. انا حابة العجينة بتاعتي تكون وسط، لا بتكون متماسكة قوي ولا بتكون سايبة قوي. هوريكم دلوقتي الملمس بتاعها بعد ما اخلص باذن الله. بحطها طبعا في العجانه وببدا اضرب العجين بتاعي زي ما انتم شايفين. انا مش بضيف خميره كتير لان انا ما بسيبش العجينه بتاعتي تخمر، انا بسيب العجينه بتاعتي بس ترتاح. هوريكم دلوقتي انا بعمل فيها ايه. طبعا هفضل اعجنها كده شويه، تاخد مني وشويه لان انا مهديه العجان. وبعد بزودها طبعا كل شويه ميه على حسب. انا طبعا ما اقدرش احدد مقدار الميه، ما اقدرش احدد مقدارها زي ما قلت لكم قبل كده. انا ما بقدرش احدد مقدار السوائل غير بعيني، لان زي ما قلت لكم ان في انواع كتير من الدقيق بتحتاج ميه بتقبل السوائل عادي، وفي انواع من الدقيق ما بتقبلش سوائل. انا عن نفسي بستخدم دقيق الاهرامات، وانا شايفه ان هو من افضل انواع الدقيق او افضل نوع دقيق انا استخدمته. هو دقيق الاهرامات بصراحه جميل جدا، في عرق ومش بيسيح وبيتقبل مني الميه او السوائل وبيتقبل مني السمنه، وجميل جدا زي ما انتم شايفين. ملمس العجينه بتاعي عامل ازاي هوريهولكم كمان دلوقتي. طبعا انا بشيل العجينه، برفع العجينه وبشيل العجين بتاعي، لان طبعا بتشاهد على العجين بتاعي زي ما اتفقنا ان اي عجين بنعجنه لازم نتشاهد عليه. تمام. هلف بقى العجينه بتاعتي بايدي كده وهوريكم الملمس بتاعها بقى جميل ازاي. شايفين منظرها عامل ازاي؟ ملمسها جميل جدا جدا. وده طبعا بيرجع كمان في الاول وفي الاخر لنوع الدقيق زي ما قلت لكم. لو نوع الدقيق كويس بيطلع معاكي اي معجنات حلوه جدا. انا هسيب العجينه بتاعتي دي، هحطها تاني في البوله بتاعت العجانه، وهسيبها تستريح. يعني انا هغطي عليها واسيبها حوالي من 5 دقايق 10 دقايق ربع ساعه تستريح. انا مش هسيبها تخمر زي ما انتم شايفين كده، انا مش هسيبها تخمر، انا هسيب العجينه بتاعتي تستريح، انا مش محتاجاها تخمر. تمام. وهبدا اقرصها بقى على حسب ما انا محتاجه. العجينه بتاعتي او القرصه بتاعتي او التقريصه بتاعتي المفروض تبقى قد ايه. هقطعها كلها كده زي ما انتم شايفين كور صغيره، وهقطعها كلها قد بعضها. تمام. آه وهرجع اسيبها تستريح تاني. يعني انا بعد ما اقرصها دلوقتي هغطيها بكيس واسيبها تستريح شويه عشان اقدر ارجع افردها يعني. العيش السوري ده على فكره ممكن نستخدمه في حاجات كتير جدا جدا، بس انا عاوزه اقول لكم ان هو بيبقى جميل وطعمه جميل، بس عيبه الوحيد ان هو لو قعد يعني لو فضل عندي لتاني يوم ما بيبقاش حلو بصراحه زي ما بيكون طازه. ولو جيت اعمل مثلا بيه سندوتشات او حاجه، حتى لو حطيته في التلاجة بيقطم وبيبقى مش ظريف، يعني بيجي يقطم مني لو بعمله سندوتش ولا حاجه. بس يفضل واحنا بنعمله ممكن نحطه بقى في الفريزر، نخزنه وقتي في الفريزر، يعني بحيث ان انا هخبزه دلوقتي، واللي انا هفرزه على طول وهخرجه من الفريزر استخدمه عادي. لكن لو في التلاجة او بره التلاجة قعد يوم بصراحة مش هيبقى ظريف وبيبتول وما بيبقاش حلو خالص. زي ما انتوا شايفين كل التقريصات قدامكم اهي قد بعضها. شوفوا كيلو الدقيق عمل معايا قد ايه. طبعا ممكن نصغر العجينة او نكبرها على حسب ما احنا محتاجين. انا هغطيها بكيس كده بس تستريح، وبعد كده هبدأ اشتغل معاكم آه، واشوف واوريكم دلوقتي انا ببططه ازاي وازاي بخبزه، واللي ما عندهاش فرن غاز بتخبز ازاي، وهقول لكم على على كل حاجه. طبعا انا هغطيه واسيبه يستريح بس عشان اعرف افرده، لان طبعا زي ما قلت لكم ان دي اللي انا بستخدمه ده بيشد شويه، فاهميني؟ فانا لازم اخلي العجينه بتاعتي تستريح. في انواع دقيق كتير جدا انت ممكن تعجنيها وعلى طول تروحي
شغالة فيها، لان هو اصلا بيبقى سايح لوحده. نوع الدقيق مش كويس، نوع الدقيق مش حلو. انا جربت اللي هو الاهرامات، جربت الكوثر، جربت كذا نوع، بس بصراحة شايفة ان افضل نوع هو الاهرامات. يعني لو هتجربوه مش هتندموا بصراحة. نوع حلو جدا جدا في كل حاجة، في كل معجنات، جميل جدا. انا هبدأ دلوقتي بقى اوريكم ازاي انا ببطط. يعني انا باجي على الرخامة، طبعا بكون منضفاها كويس، وابدأ اخد واحدة واحدة كده، وابدأ افردها بايدي، وبعدين بالفرادة بتاع اللي بنفرد بيها دي، مش عارفة بصراحة هي اسمها ايه. ببدأ افرد بيها كده زي ما انتوا شايفين. بتبقى العجينة او ال ال العيش بيبقى وسط، لا بيبقى تخين قوي ولا بيبقى رقيق قوي، زي ما هتشوفوه معايا، وزي ما هتشوفوه معايا وانا بخبزه دلوقتي. تمام. بيفرد طبعا معايا بسهولة، لما بيستريح بيفرد معايا بسهولة، بيبقى بيبقى جميل، مفيش فيه مشكلة. زي ما انتوا شايفين منظر العيش بعد انا ما عملته، شايفين شكله وملمسه جميل ازاي. طبعا انا ما بسيبوش برضو يخمر. يعني انا دلوقتي بوريكم بس، وانا بفرده ازاي. بس انا في نفس الوقت مشغله البوتاجاز وشغاله، يعني بخبز على طول، بحط على النار وانا شغاله على النار بقلب، وفي نفس الوقت بفرد. زي ما قلت لكم ان العيش السوري ما بيحتاجش خميره، يعني مش بسيبه يخمر ويرتفع وبعدين اسيبه تاني ان هو يخمر تاني والكلام ده، لا. هو كده وخلاص. يعني انا بفرده دلوقتي وهروح حطاه على النار. انا مش محتاجاه يقب، يعني انا الخميره دي عشان ايه؟ يتنفخ معايا كده، لا انا مش محتاجاه كده. بوريكم طبعا كذا واحده وانا بفردها، بوريكم ازاي انا بفردها، وفردها سهل جدا جدا يعني. طبعا انا لو محتاجه العيش ده في اي حاجه سهل جدا تعمليه، ما بياخدش اي وقت، ما بياخدش وقت، ويبقى طعمه جميل، وممكن استخدمه في اي حاجه. يعني اي حاجه اعمله سندوتشات ما بيقولش لا بصراحه. اوقات بعمل بيه كفتة فراخ او كفتة لحمة برضو سندوتشات، او اي حاجة بصراحة بيبقى جميل. تمام. بس زي ما قلت لكم هو ما بيباتش. انا طبعا عملت كام واحدة فردت معاكم، انا مش هفرده كله قدام الكاميرا طبعا، بس انا فردت كام واحدة عشان بس اوريكم ازاي انا بفرده، وازاي بيكون هو سمكه قد ايه. طيب دلوقتي بقى خطوة مهمة قوي. انا دلوقتي عاملة ايه؟ انا دلوقتي مشغلة عين البوتاجاز، وحاطه صينيه قلباها. بكون طبعا غاسله الصينيه من تحت كويس جدا جدا جدا، واروح قلبه الصينيه، فاهميني؟ مش حاطه الصينيه عادل على عين البوتاجاز، لا انا قلبه الصينيه. وزي ما انتوا شايفين كده المنظر، بروح حاطه عليه العيش، واروح دقيقه كده ولا حاجه، واروح قلبها على الجهه التانية. بيكون خلاص زي ما انتوا شايفين استوى معايا. تمام. عايزه اسويه في فرن البوتاجاز، الفرن اللي هو بتاع الغاز، مفيش مشكله. عايزه اسويه في فرن البوتاجاز، مفيش مشكله. بس طبعا هو كده اسرع واجمل على ما اعتقد، يعني من فرن الغاز وفرن البوتاجاز هو كده اجمل بكتير. وانا بصراحه ما بعملوش غير بالطريقه دي. اي صينيه موجوده بقى، صينيه مفروده، آه ص... طبعا في حاجه كده، طاسه كده مفروده، زي طاسه كده بتبقى معموله للعيش ده، يعني بتبقى مخصوصه بتيجي عشان يتعمل عليها العيش ده على البوتاجاز من فوق. بس بصراحة هي مش موجودة عندي، فطبعا الجيش قال ايه؟ قال اتصرفوا. فانا بصراحة شايفة ان دي افضل طريقة، انا بستخدمها على طول، جميلة وبتسهل معايا الموضوع، والصينية ما بتبص ولا بيجرى لها اي حاجة. وزي ما انتم شايفين العيش طالع جميل. انا زي ما قلت لكم كده، انا بفرد العيش وشغالة على البوتاجاز، يعني مش بخبزه كله مرة واحدة واسيبه وبعدين ارجع تاني احطه على البوتاجاز، لا. انا شغاله افرد واخبز. تمام. زي ما انتم شايفين كده لغايه ما اخلص الكميه بتاعتي كلها. هو ما بيحتاجش اي لون اكتر من كده، ولازم اخد بالي عشان هو بيستوي بسرعه جدا. طبعا زي ما انتم شايفين كده منظر العيش تحفه، وريحته جميله جدا جدا. زي ما انتم شايفين، شوفوا طري ما بيتقطمش مني، ما بيجرالوش حاجه. شوفوا جميل ازاي، ما شاء الله عليه، جميل جدا جدا. جربوه مش هتندموا. كده انا خلصت الفيديو بتاعي. اتمنى اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. الفيديو الجاي يبقى فيديو الشاورما. اشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.